طب لو سألنا سؤال وقلنا ليه هنبطل سجاير؟ لو انا صحتي كويسة ومعايا الفلوس اللي اشتريها بيها وبلعب كورة، ليه هبطل سجاير؟ تعالوا نطلع الاسباب اللي ممكن تخليني فعلا اقدر اخد قرار التبطيل في رمضان ده ان شاء الله. اول سبب ممكن يجي على دماغنا هي الصحة. انت عارف ان 95% من الناس اللي تم اكتشاف عندها سرطان الرئة كانوا من المدخنين؟ فاحنا هنا لازم ناخد بالاسباب ونبعد عن النسبة الضخمة جدا دي. كمان يجي عندنا مشاكل الرئة، مشاكل القلب، مشاكل الجهاز الهضمي والمعدة. ممكن كمان نقول المشاكل المادية، الشكل العام، الريحة بتاعتنا. كمان تخيل نفسك في رمضان وقت الفطار والعيلة بتاعتك كلها متجمعة على الترابيزة وبتفطر، وانت تقول لهم بعد اذنكم ثانية واحدة انا هطلع البلكونة اشرب سيجارة واجي، او انزل تحت باب العمارة عشان استخبى من اولادي عشان ما يشوفونيش بشرب سجاير. دي اسباب كتير صحية، مادية، اجتماعية، ممكن تخليني اخد القرار ده. كل سنة وانت طيب.